هذا مثلا إحدى الأمور التي تعتبر من خصائص المعصوم والدلائل عليه، أمر مخالف للعادة. العادة أن البشر إذا مشوا على التراب فإنهم يتركون أثرا، أما إذا مشوا على الصخر لا أثر. العكس بالنسبة إلى المعصوم. المعصوم إذا مشى على الصخر فإنه أو على الأرض الصلبة فإنه تطبع قدماه، تطبع على ذلك الصخر، أما على التراب لا. من خصائص المعصوم كذلك ومما يشكل دليلا على أنه هذا هو المعصوم أنه أينما انتقل يكون في ظل بحيث لا يرى له ظل. التفتوا إلى العبارة، يعني أنت بطبيعة الحال حين تمشي في الشمس يعني والسماء مشمسة فإنك ترى لنفسك ماذا؟ ظلا. المعصوم لا يرى له ظل. لماذا؟ لأنه يكون في ظل، تكون هنالك سحابة تسير مع سير المعصوم عليه السلام ولا يلتفت إليها، حتى لو كان الطقس. من خصائص المعصوم أنه إذا ما صلى أو دعا أو سبح فإنك تجد ما يحيط به، يعني الأرض، الفرش، الحيطان، إذا كان هنالك بعض النباتات مثلا وما أشبه، تسمع أنها ترد على الإمام التسبيح. الإمام يقول سبحان الله، تسمع أيضا الأرض تسمعها تقول سبحان الله، تسمع الحيطان تقول سبحان الله. تسبح الموجودات القريبة من المعصوم بتسبيحه. من خصائص المعصوم أنه إذا مر في طريق وكان في هذا الطريق بعض الشجر تجد أن الشجر ينحني. من الخصائص، وهذه تحتاج منكم إلى شيء من الالتفات والتدقيق، ولا حرج في الدين. من بين ما نستظهره من الخصائص، وهذا للعلم قد يكون بحثا عميقا لكن كإشارة هكذا، أنه إذا كان للمعصوم امرأة منافقة، امرأة فاسدة، امرأة خائنة، كثير من المعصومين كان لديهم نساء بدءا من رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى بقية الأئمة عليهم السلام، كان لديهم نساء فاسدات، نساء منافقات كثير. إذا كان للمعصوم امرأة على هذه الصفة، أقول لعله يكون من الخصائص أن هذه المرأة المنافقة كلما ترى المعصوم فإنها ترى دما، إما حيض وإما استحاضة، فلا يتأتى لها أن تباشر المعصوم عليه الصلاة والسلام.